السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده وان شاء الله تكون مفيده. هنعمل مع بعض بقى كيك رخامي بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولو اول مره تشوف القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك كده للفيديو وتعليق من حلو منكم كده ان انا اكمل. معايا بقى الكيكه بتاعتي النهارده حلوه جدا وطريه وبطريقه سهله وفي الخلاط، في اقل كده من 5 دقايق هتعمليها وهتاخد وقتها في الفرن لما تستوي وتاكلوها بالف هنا. وعايزه بقى رايكم وتعليقاتكم. انا عاملاها النهارده بقى اللي هي الرخاميه اللي هي بالشوكولاته. الجزء اللي تحت ده هي مش محروقه ولا حاجه، هي الشوكولاته نزلت لتحت، يعني انا حطيتها بطريقه كده من على الوش فنزلت بقى لتحت وبقت في النص كده في تعليمات كده من الشوكولاته، فبقت عامله اللي هي الكيكه الرخاميه دي اللي هي فانيليا على شوكولاته الاتنين بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم. انا عامله المقدار ده مقدار ونص، يعني عشان عاملاها مكبره الصينيه شويه عشان كان جاي لي ضيوف وكده فقلت اكبر الصينيه شويه. انا عملت 4 بيضات وهحط عليهم طبعا الفانيليا. انا عملت في الصينيه اللي هي تاني صينيه في الطقم المدور، تاني صينية في الطقم المدور او في الطقم المستطيل براحتك خالص. فهي في ده او في ده. انا كبرت بقى المقدار المرة دي شوية عشان زي ما بقول لكم كده كان جاي لي ضيوف. انا عملت بقى كل حاجة بالكوباية المعيارية اللي انتوا شايفينها دي. انا اللي في الطبق دولت نخلت حوالي 3 كوبايات من الدقيق، بس احتجت عليهم ربع كوباية كمان. وهنتكلم مع بعض بقى واحنا بنحط الدقيق عشان تقدري تعرفي سمك الكيكة بتاعتك تبقى مظبوطة ازاي. فانا هحط بقى دلوقتي كده واحدة واحدة كده عشان الفيديو ما يجريش مننا. وانا مبطئاه اهوت مش مسرعاه ولا حاجه عشان خاطر ايه، يعني في ناس طلبت مني ان انا لما بكون بعمل وصفه ابطئ الفيديو عشان خاطر يتشاف كويس. والله المستعان. انا دلوقتي حطيت يعني 4 بيضات وعليهم الفانيليا، وحطيت كوبايتين الا ربع من السكر. ده عشان انا بقول لكم انا مضاعفه المقدار. انا في العاده عشان يعني السكر بتاعها يبقى مظبوط في الصينيه العاديه، يعني المقدار الواحد بحط كوبايه وربع. انا زودت حوالي عن 3/4 كده كوبايه. زودت نص كوبايه بقى على الربع عشان يبقوا 3/4، يبقى كوبايه و3/4 كده عشان يبقى السكر مظبوط كده للمقدار ونص بتاعي. فهجيب بقى وديت مع كوبايتين الا ربع برضو من اللبن، يبقى كوبايتين الا ربع 4 بيضات، كوبايتين الا ربع من اللبن، كوبايتين وربع من السكر. ديت بالظبط 3/4 كوبايه من الزيت. وحطيت معلقه سمنه كده بس ما ظهرتش معايا في التصوير. جبت معلقه سمنه كده وحطيتها بتبقى تدي لها برضو ريحه حلوه قوي. وبس الزيت اكتر، يعني الزيت اكتر مش عايزه تحطي معلقه السمنه دي مفيش مشكله ما تحطيهاش خالص. ضربت بقى كل السوائل كده بالتدريج، بضرب البيض مع السكر حلو قوي الاول، وبعد كده بحط عليهم اللبن واضرب تاني، وبعد كده احط اخر حاجه خالص بحطها الزيت. لان الزيت لما بيتحط كله على بعضه الزيت بيتقل السكر، بيبقى فيه يعني خرز صغير كده ما بيدوبش كويس. هبدا بقى احط معايا دول زي ما قلت لكم 3 كوبايات من كوبايات الدقيق اللي هي الكوبايات المعياريه. هبدا مش هحطهم كلهم مره واحده عشان احنا عارفين مش كل الدقيق زي بعضه. وانا بجيب الدقيق السايب العادي من عند العطار، انا ما ببقاش عارفه نوعه ايه. كل مره تلاقيه بيديني نوع مختلف، نوع بيشرب السوائل ونوع ما بيشربش، عشان ما تكتلش معايا وتبقى بقى تقيله. لا بحط واحده واحده كده لغايه ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. هحط بقى كيس ونص من الكيك شيف، كيس ونص من الكيك شيف عشان زي ما قلت لكم انا عامله مقدار ونص. المقدار الواحد بحط له كيس كامل، ده مقدار ونص، فانا حطيت كيس ونص من الكيك شيف. انا هعمل بقى احط لكم المقادير دي كلها ان شاء الله في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده اللي هو ايه، بتدوسي كده على العنوان بيديكي بتضغطي على كلمه المزيد تلاقي نفسك داخله في صندوق الوصف وتلاقي كل المقادير، ممكن تاخديها بقى سكرين. بقلب بقى كده زي ما انتم شايفين باتجاه واحد، يعني ما تتعمليش يمين وشمال وشمال ويمين، لا انت قلبتي على الناحيه اليمين يبقى خليكي دايما ماشيه على الناحيه اليمين وهكذا. هجيب بقى بقيه الدقيق بتاعي واحطه. انا حسيت برضو بعد ما حطيت ال3 كوبايات دولت حسيت برضو ان المعيار خفيف، فقمت رايحه بقى يعني بعد ما فصلت كده قمت جايبه ربع كوبايه ودخلتها من الكوبايات برضو المعياريه. عايزاكي توحدي الكوبايه، لو هتعملي بكوبايه حتى العصير اللي بتشربوا فيها العصير اعملي كل حاجه بكوبايه العصير.
هتعملي بكوبايه الشاي، بتعملي بكوبايه صغيره، كوبايه كبيره نفسها. انا بحب بقى احط في الاخر خالص معلقه خل، بس بحطها في الاخر مش بحطها في الاول. بقلب بقى كده حلو بقى كده زي ما انتم شايفين اهو، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه، عشان انا كنت بقلب بالراحه وما حطيتش الدقيق كله مره واحده، انا حطيته واحده واحده بقى، يعني سمكه كده مظبوط قوي معايا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، انا دهنها طبعا سمنه، ومن البدايه خالص انا كنت مولعه الفرن يسخن. دلوقتي انا بسويه في فرن البوتاجاز العادي. انا الاول زي ما انا كنت بقول لكم كنت بعمل في فرن الكهرباء، بس ظبطت بقى الفرن بتاع البوتاجاز بتاعي ان انا بشيل الشبكه وبحط الصاجه اللي تحت خالص، بحطها كده في نص الفرن، في الرف اللي في النص يعني، واحطها على الصاجه اللي تحت اللي هي الصاجه السمرا دي. فبتظبط لي بقى الصينيه، ما بتخليهاش تميل معايا زي الاول كنت بحطها على الشبكه، فالشبكه كانت تخلي الصينيه تميل، فكانت دايما تبقى طالعه من جنب وجنب لا. هبدا بقى كده اشيل الفراغات اللي بتبقى على الوش، ساعه ما بنحط كيكه كده بنلاقي فقاعات صغيره كده على الوش، بالمعلقه كده او بعصايه الشيش طاجوج اي حاجه بتفضي بس الفقاعات دي. سبت بس كام معلقه كده من الكيكه في الاخر، هحط عليهم معلقتين كده من الكاكاو، ده الكاكاو الخام السايب، برضو جايباه من عند العطار اللي هو الاسباني ده. هاجي بقى بعد كده اقوم رايحه بقى هنخله، لان برضو بيبقى الكاكاو بيبقى فيه تكتلات كده، التكتلات دي لو حطيتيها على طول ما بتدوبش ابدا في الكيكه، فبتمرر معاكي، تيجي تاكلي القطعه كده تلاقي كتله الكاكاو فيها، مش هتصيح في الفرن ولا اي حاجه، هتفضل زي ما هي في نص الكيكه، وما بتبقاش بقى عاطيه طعم حلو. هندخلها بقى حلو كده وهقلبها، وهجيب بقى الكيكه بتاعتي واحطها بقى بطريقه كده عشوائيه، يعني هدورها دواير كده، هي هتنزل تسقط لتحت كده شويه، وهتنزل ما بين الفراغات بتاعت الكيكه بقى الفانيليا، تعمل لي خطوط كده صغيره من الكاكاو بس كده. هي بقى طبعا لما انا حطيت الكاكاو تقلت معايا، هحط بس يعني معلقتين كده من اللبن، ان انا اخففها، هحط لها بس معلقه بمعلقه، يعني مش هكتر، هحط معلقه بمعلقه اهو زي ما انتم شايفين، عشان خاطر ما تبقاش تقيله كده ومتكتله. انا هحط بس يعني معلقتين كده بس، يعني انا جبت بس كوبايه القهوه كده حطيت فيها شويه لبن، بقيت احط بقى معلقه بمعلقه اهو. شوفوا الكوبايه الصغيره خالص دي، بقيت جبت فيها شويه، ما خدتهمش بقى كله. اول ما حسيت انها خفت في ايدي كده وبقى سمكها زي الفانيليا كده، لا بقت كده مظبوطه معايا وزي الفل اهو. هبدا بقى انزل بقى الحاجات بتاعتي كده، معلقه كمان، خلاص كده انا هوقف على كده، ما عدتش هحط بقى تاني اهو. لو انا بقى ما كنتش حطيت المعلقه الاخيره دي، كان ممكن ما سقطتش لتحت كده زي ما انا عملت، يعني هي ممكن ما كانتش محتاجه المعلقه الاخيره ديت. انا بكلمكم بكل صراحه، واي خطا انا بقع فيه في اي وصفه انا بقول لكم عليه عشان خاطر يعني انتوا تتفادوه. بس هي كانت حلوه جدا، وعايزه اقول لكم الحاجات دي والله العظيم يا جماعه بتبقى خير في البيت، خير وتوفير وافضل واحسن. يعني معلش لما انت تيجي تجيبي طبق كيكه زي ده من الافران، شوفي بيبقى بكام، انت عملت صينيه كيكه كامله اهيت، واكلتي بقى ضيوفك، وفضل عندي كمان للولاد بقى، ساعات بيبقوا قايمين الصبح كده مالهمش اي مزاج من الاكل، قطعه كيكه كده مع كوبايه شاي ولا كوبايه شاي بلبن، بصوا بتبقى تحفه تحفه. وان شاء الله هعمل لكم باذن الله كيكه قريب كده بالشوفان، ليا انا بقى للدايت، عشان انا بحب انا الكيكات والمعجنات والحاجات دي، بس بعملها بقى بطريقه صحيه. ان شاء الله هعملها معاكم قريب كده. الكيكه بتاعتي طلعت، بس هي بقى كانت الصينيه يعني كانت دافيه كده، خفت احطها على المشمع تسيحه، والمشمع ده دلوقتي بقى عدى ال50 جنيه دلوقتي، فانا حطيتها كده رفعته على طبق. وهبدا بقى كده اقطع بقى الكيكه بتاعتي دي. عايزه اقول لكم والله تحفه جدا، وشوفوا يعني عشان خاطر انا برضو خبطتها خبطتين كده، طلعت متساويه من كل ناحيه، لا هي عاليه من ناحيه ولا هي حامل من النص ولا هي شقه من الجناب ولا اي حاجه. اجملوا بس الطريقه ديت، وتعالوا بقى قولوا لي يعني ان شاء الله هتعجبكم. انا هاخد لكم دلوقتي خرطه كده من اللي في النص، عشان كل الناس دلوقتي، كل الناس يعني البنات كده الصغيرين طبعا الكبار يعني انا عارفه كويس ان هم يعني شاطرين وكل حاجه. انا خدت لكم حته من النص كده، عشان دايما نص الكيكه اللي الناس بتشتكي منها انها بتكون معجنه، انا جبت لكم حته من النص اهي عشان تشوفوها. هي طبعا كان لسه دافيه، ففي جزء كده من الخرطه فضل في قلب الصينيه، بس انا كملت بقى تقطيعي لما هي دفت كده، وظبطتها وطلعتها معاكم في الطبق زي ما انتم شايفين.
يا رب يا حبايبي تكون الوصفة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وتكون فيديوهاتي كده تكون خفيفة عليكم، ومحتاجة رأيكم جدا 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 في الفيديو، وتجربوا طريقتي كده على طريقتي، وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.